يا لعيبه المغرب وربنا احنا احسن، وكتاب الله احنا احسن. احنا رحنا على الجون كتير. ركزوا يا جدعان، فرنسا قسما بالله فرنسا بتدافع يا جدعان. يا جدعان ما تاكلوش الطعم. ركزوا بالله عليكم، ما تضيعوش فرحتنا. بالله عليكم ركزوا، ورا منكم ربع مليون عربي بيشجعوكم. بالله عليكم ركزوا، ما تضيعوش مننا، ما تضيعوش الماتش يا يا جماعه بالله عليكم. وانا عارف ان التحكيم اصلا كده كده منحاز، هي باينه. هو لازم التحكيم هي باينه. هي لازم اوروبا، لازم الكاس يروح لاوروبا. ما تدوش الفرصه لحد يا جدعان، ما تدوش على التحكيم. العبوا بالله عليكم، وكلنا ورا منكم، وان شاء الله باذن الله باذن الله الشوط الثاني نفوز على فرنسا يا رب. منتخب المغرب فرحتونا والله وشرفتونا. مع ان انا عارف ان كان في ظلم تحكيمي وكان واضح وباين جدا جدا، بس عملتوا اللي عليكم، كفيتوا ووفيتوا. وان شاء الله باذن الله المباراه القادمه مع كرواتيا ان شاء الله باذن الله تفرحونا برضو. احنا ورا منكم ان شاء الله، وتاخدوا مركز ثالث. شكرا للمغرب، وان شاء الله بالتوفيق باذن الله المباراه القادمه وناخد مركز ثالث. ومتشكرين قوي، شكرا. في بداية يوم جميل، يوم يا رب ينهي اليوم ده على سعادة. بتمنى للمغرب وأهل المغرب إن هم يفرحونا النهاردة، ومبروك مقدما للمغرب. يا رب المغرب تكسب، يا رب المغرب تكسب.